انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معنا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد الغندور، محاضر تنمية الوعي الإنساني والسلوكي. برحب بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب، سنة سعيدة عليك يا رب. هلو جيهان، وانت كمان وعلى المستمعين جميعا يا رب. هلو على 2023. هلو على 2023. طيب يعني لما نقول محاضر تنمية الوعي الإنساني والسلوكي، بس حابين نوضح بس المهنة للجمهور وللناس اللي ممكن تكون مش واضح بالنسبة لها قوي المصطلحات دي. حقيقي اوكي، احنا كل واحد فينا سلوكه نابع من جذور معينة في بناء الشخصية بتاعته. الحاجات دي في الأصل بتكون نشأت في أول 7 سنين في الأغلب الأعم يعني. لأن الطفل بتاعنا بيكون بيتعلم الدنيا، بيتعلم ماما بتعمل ايه، بابا بيعمل ايه الصح ايه الغلط، ايه الحاجات اللي بابا بيحبها فهعملها، ماما بتحبها فهعملها، بابا ما بيحبهاش فمش هعملها، ماما ما بتحبهاش فمش هعملها مثلا. يعني ده من ناحية السايكو اناليسيس، ده من ناحية التحليل النفسي في نشأة الطفل. وبعدين في سكة تانية بعد كده من 7 ل 14 بيبدأ يعقل الأشياء الشعورية دي، فدي يعني منطقة تانية مش مشكلة دلوقتي. فهنقول انه الوعي بسلوكه جاي له منين، لان هو بناء على ده بيبني فاليو سيستم، منظومة قيم، وبيبني منظومة معتقدات بيليف سيستم، وبيبدأ يبقى كل توجهه الفكري. وهنا توجهه الفكري يعني عامة ما تتوجه أفكاره تجاه اكس واي زي ألف ب ت. يعني لما هشوف المايك عامة هتتوجه أفكاري تجاه كذا، لما هشوف الفلوس عامة ما هتتوجه أفكاري تجاه كذا، لما هشوف النجاح عامة ما هتتوجه أفكاري تجاه كذا. ده اسمه التوجه الفكري اللي مبني على منظومة القيم والمعتقدات اللي أنا بنيتها في طفولتي في أول 7 سنين، وبعدين حطيتها في منظومة عقلية very logical فيها الكثير من المنطق، بعتها لنفسي منطقيا عشان ابني البرسونا بتاعتي، عشان ابني الشخصيه اللي انا هنافيجيت او هو انا اللي بعملها لنفسي ولا العوامل الخارجيه هي اللي عملتها لي، اللي كونت لي ده في شخصيتي، زي ما حضرتك يعني قلت، التربيه، الاهل، البيئه، طبعًا المحيط اللي انا فيه. طبعا الوعي الجمعي، وعي ابويا، وعي امي قالت لي ايه، ابويا قال لي ايه. انا شخصيتي بايدي، تكوينها بايدي، او يعني الشخصيه اللي ظاهره قدامك دي دلوقتي، ايا كان الشخص اللي ظاهر قدامك، هل هو المسؤول عن تكوين هذا الشخص، ولا النسب قد ايه؟ يعني انا قد ايه مسؤول عن تكوين شخصيتي، وقد ايه النسب الخارجيه هي المسؤولة عن تكوين شخصيتي؟ هقول بعد الوعي النسبه هتزيد جدا، قبل الوعي النسبه تكاد تكون يعني زيرو. قبل الوعي تكاد تكون زيرو. كل العوامل اللي حواليا هي اللي كونت شخصيتي، وانا ما عنديش وعي، فانا دوري صفر. الدنيا قالت لي بكل بقى الدنيا بكل المفهوم بتاعها، الدنيا قالت لي ابقى مين، فبقيت عشان اقدر اسورفايف البيئه، عشان اقدر ابقى اتعايش البقاء في البيئه فطري، في امان. فبابا بيزعق عليه مش هعمله، فهبقى هذا الشخص في امان. يعني لما ماما مثلا تقول ده حماده اكتر واحد مريحني، ده هو بيسمع الكلام كل حاجه، هو حماده بقى كده علشان ياخد القبول ده منها. مثلا عشان شاف اخواته بيعملوا حاجات فكانت بتزعق لهم، او ما بترضاش عنهم، او ما بتديهمش حبها، فحماده هيبقى كده من اجل البقاء، فهيبقى هذا الشخص. فحماده يبقى هادي مسالم، بيسمع الكلام، مطيع. بس ممكن حماده يبقى هادي ومسالم وهو مبسوط من نفسه كده، وممكن حماده يبقى هادي ومسالم ومش مبسوط عن نفسه. اكيد لو لقى انه بعد كده هو طول النهار بيجي على نفسه، بعد كده في المدرسه، في ثانوي، في الجامعه، في الشغل، مع المديرين، مع زمايله في الشغل، مع مراته او مع جوزها لو حماده دي كانت واحده ست، ففي الاخر بيدفع ثمن الحاجة دي. فلما بيجي لنا بقى يقول لنا يا جماعة أنا سلوكي ده أنا مش قادر، أنا اتحرقت، عندي بيرن اوت، أنا مش قادر أقعد أدي كذا كذا، والناس بيدوسوا عليا، فنيجي بقى نقول له طب أنت جبت ده منين؟ فده من ناحية بقى التانية، الوعي بالطاقة، ويعني إيه الفكرة، ويعني إيه الشعور، ويعني إيه الإحساس بالشعور، وإنه المشاعر دي أصلا طاقات. هنتوه منك.
لا ده الوعي التكاملي بقى، الوعي الانساني طب خلينا والسلوكي. نمشي بالتسلسل البسيط يعني عشان نحاول نتدرج مع حضرتك يعني بالادراك واحده بادراك واحدة. المصطلحات واحدة. خلونا نبدا أكيد. من الاول خالص. إيه؟ نقول ايه يعني عشان نوضح للناس يعني الدنيا عامله ازاي في شخصياتهم وتكويناتهم، ويبتدوا يفهموا نفسهم في السنه الجديده. ما احنا كتير قوي بنحط مثلا اهداف ان احنا عايزين نعملها او نكونها. يعني انا عايز ابقى انجح، انا عايز ابقى احلى، انا عايز ابقى اذكى، انا عايز اي مكان اللي انا عايزاه في شخصيتي. انا معترض على شيء في شخصيتي او شايفه حد قدامي فانا عايزه ابقى زيه، فابتدي مثلا احط لنفسي اهداف في نهايه السنه عشان احققها في السنه الجديده. ف بتبدا بقى الموضوع ده ازاي؟ بنظره عميقه داخل نفسي الاول. في الشغل بتاع المدرسه اللي انا بنتمي اليها هيبقى الشغل كده في مدارس كتيره جدا في الارشاد النفسي او في الكوتشنج او في الاخصائيين النفسيين. وهنا طبعا انا بتكلم على الناس اللي بيتعاملوا مع الاصحاء، مش مع حد عنده مشكله ذهنيه يعني بالظبط. يعني بياخدوا مناهج كتير، الدنيا واسعه وكل حد والمدارس الفكريه كتيره يعني. لكن عندنا لو انا جيت حد هيجيلي هقول له طب انت نفسك في حاجه، ايه اللي منعك؟ ليه مش قادر تروح؟ اللي مانعني ان انا ممكن اكون مش عارفه اعملها ازاي. اوكي. او مش عارفه ايه هي الحاجه. يعني مثلا ممكن حد مثلا اي ما كان بيذاكر، طالب بيذاكر ما بينجحش، وبعد ما بيذاكر وبيفضل يذاكر ما بينجحش او ما بينجيبش المجموع اللي هو عايزه، فهو مش عارف المشكله فين. فازاي يبدا يحط ايده على المشكله؟ هنحتاج ننزل نغوص. هو انت اصلا عاوز تنجح ليه؟ يا سلام، معقوله ده سؤال؟ يس اكيد. حد مش عايز ينجح عشان يبقى احسن، عشان يبقى ناجح، عشان يبقى شاطر، ده اقول له برافو. الفكره دي نفسها فكره وعي جمعي احنا اشتريناها. السبونج او السفنجه بتاعتنا خدتها على مستوى المشاعر مسلم بيها، وبطلنا نروح نراجعها تاني. ما انا محتاجين ان احنا نروح. هو انا عايز انجح عشان ارضي بابا وارضي ماما، ولا عشان شكلي، ولا انا بجد عايز انجح مش عشان حد، مش عشان ذاتي، علشان لما هيقارنوني بابن خالتي هبقى احسن، ولا لاحسن ابن خالتي يبقى احسن مني، ولا علشان بابا هيزعل مني، ولا مش هيجيب لي البلاي ستيشن ولا العجله ولا اي حاجه، ولا لحسن ماما مش هتحبني، مش هتحضني، مش هترضى عني. فاحنا محتاجين نرجع نفك الاسلاك دي من تحت الاول. فبالتالي لازم يكون النجاح ده بتاعي انا، لان طول ما انا بنجح عشان خاطر حد او عشان خاطر حاجه، البنزين بتاعي اللي بيتحرق على الفاضي وبيبقى مشتت، وبيبقى بيواجهوا ريزيستنس من النفس. فمحتاجين نبقى فاهمين ان في صدام، او بيبقى في an internal conflict ما بين انا طب انا مش عايز، طب انا مش عايز ايه، مش عايز انا مش عايز اعمل ده، هم اللي عايزين يعملوا، بس في اللاوعي انا مش واعي بدي. طب وانا اعرف الحاجات دي ازاي؟ لازم اروح لمختص ولا انا طبعًا مع نفسي؟ لازم طبعا قراءات، نروح لمختصين. النهارده الحياه بقت مفتوحه، في كميه معلمين وتيتشرز على السوشيال ميديا، في منهم حاجات كتيره مش عميقه قوي وحاجات عميقه، وفي حاجات بتلخبط، وكل واحد هياخد رزقه، ده اكيد. وفي حاجات بتلخبط، وفي حاجات ضد بعضها يعني حقيقي جدا. فاحنا بنتوه بقى. لكن ده حقيقي جدا حقيقي جدا جدا جدا. لكن هقول ايه، انا ما اقدرش اطلع الدور العاشر من غير ما اعدي على الدور الاول. اوكي، فكل فولة وليها كيال، وكل مرحلة وليها حد. فزي ما أنا ممكن أقرأ جملة على ميكروباص في الشارع تنور لي لمبة فجأة كده بدون أي مقدمات، طبعا. زي ما ممكن ألاقي واحد من اللي لخبطني في الأول، فاللخبطة ميزتها إنها هتخليني أدور على الصح بعد كده. فخلينا نبص بسكوب عالي شوية على هسميها ديناميكيات الحراك الوعي. بيحصل حراك كده في بوزيتيفز ونيجاتيفز، والبطاريه لازم تمشي بالسالب وبالموجب، مفيش موجب ومفيش سالب. فلازم حاجات تحصل وحشه يعني فهتحصل حاجات حلوه. بالظبط. اللي عايز الحياه سعيده وكلها تمام وبيسفل وعلى طول نجاحات وعلى طول سهم صاعد لفوق ده بيحلم. لازم يبقى عارف وبيسبرس حاجات كتير، بيكبت حاجات كتيره جدا في الرحله دي. هو لازم حبه فوق وحبه تحت. حقيقي. طيب
السؤال الاشهر واللي هو محور الحلقه دي يا جماعه، بس عشان ما نتوهش من بعض، عشان تبقوا معانا في الموضوع. ازاي احنا احنا في سنه جديده، في اول يومين في سنه جديده، اللي بقى ما كانش عنده اي معلومه عن اللي حضرتك بتقوله ده خالص، ولا عن الوعي ولا التنميه ولا ايا مكان، ازاي اي شخص زي ما قلنا سليم، مش اشخاص العاديه السليمه، ازاي اي شخص في بدايه سنه جديده يحط هدف لنفسه، ازاي بقى افضل، ازاي الشخص ده يبقى افضل في سنه جديده، يعمل ايه خطوات من 1 بقى ل100؟ احنا معاك للصبح. اوكي. اولا هو انت ليه مسمي ده افضل؟ ايه هو اللي انت عايزه، اللي انت بتقول ازاي يبقى افضل، مش كده؟ هو اولا define الافضل، والافضل ده هما برمجوك بيه ولا ده فعلا بتاعك؟ عشان انت ممكن تكون اصلا في الافضل ليك دلوقتي، بس اللي حواليك مش عاجبهم، فانت عايز تكون في التعريف بتاع الافضل بتاع وجهة نظرهم هم، مش وجهة نظرك انت. خلينا نبعد الناس، خلينا نبعد بس تأثير الناس دلوقتي. لا لوحدي كده، انا عايزه اكبر في شغلي، انا عايزه اول حاجه لازم اتوعى بيها هو ان انا انتبه للكم اللي تأثير الناس بيأثر عليا. يعني حتى بطريقه غير مباشره. ده هو اصلا هو غير مباشر، يعني اصلا يعني انا كنت ده فاكره حضرتك بتقصد ان انا عندي حد في البيت او بره البيت بيقعد يقول لي لازم تعملي، لازم تبقي، لازم الحاجات دي. لا انا ما عنديش ده. لو الشخص ما عندوش ده، ما عندوش حد بيملي عليه طموحات وقرارات. لو قابلتي واحد من دول لو سمحتي احب اتعرف عليه. لا مش شرط ان كل حد يكون عنده حد بيقول بيملي عليه حاجات يعني. في الشرط هنا بس اللي انا بتكلم فيه هو هل هو واعي ولا هو فاكر انه ده مفيش، لانه فاكر انه وعيه هو اللي سايق، او عقله الواعي مش الباطن. لا، اللي احنا بنتكلم فيه ده كله تحت المية، كله في الانكونشس مايند، في السبكونشس مايند وفي الانكونشس مايند، في العقل الباطن والعقل الاعمق اللاواعي. فاحنا كل شغلنا هنا. فطبعا كتير جدا من الافكار لما بنيجي نتكلم يقولك لا مفيش طبعا، عشان عقلك مش واعي بيها، بس هي بتحركك من جوه وانت مش دريان. فلما الكلاينت بيجي ويتكلم معانا شويه بشاور له، بقول له اهو ده بتاع دي، وانت عملت كده عشان دي، ودي البذره، ودي الفرع الشجره جاي من الجذر ده، علشان الجذر ده موجود. بس احنا مش واعيين بالجذور دي خالص، ولا نعلم عنها شيء. يعني واحلف لك على المصحف 100 يمين ان مفيش. صادق بالظبط كده، بالظبط. لا كلنا يعني وانا كمان يعني احنا متخيلين ان مفيش حد مأثر علينا، لكن هي الحقيقه او 90% ان في شيء ما، هناك شيء ما مؤثر علينا. يعني ممكن يكون مشهد في فيلم شفته فأثر عليا، صح؟ صح؟ ايوه طبعا. حد في الشارع، موقف معين، ايا كان، حد مش لازم يبقى اب وام وزوج وابن وبنت وحاجات كده. كتاب قريته. ده الموضوع عميق قوي يا جماعه. يس موضوع. اول حاجه في الوعي محتاجين نفهمها ان انت اتولدت ورقه بيضاء. ورقه بيضاء. شوفي اي بيبي عنده اسبوع، يومين 3 وهو لسه حته زي ما بنسميه كده لحمه حمراء، محطوط على الكنبه، يعني مامته رضعته وغيرت له ونايم تمام. هو يعرف حاجه عن جنسه، يعرف حاجه عن دينه، عن بلده، عن لونه، عن شكله حلو ولا وحش؟ هو ما يعرفش اي حاجه خالص. اول 7 سنين دول عباره عن كتابه على الورقه البيضاء دي. والطفل بعد كده بينشأ على انه الورقه البيضاء دي اللي مكتوب فيها آمين. ما بنرجعش نتساءل على ولا حاجة في الورقة دي. وبنتعامل على ان الورقة دي هي الصواب، خلاص هي دي الأساس، هي دي الأساسيات. فأول حاجة في الوعي محتاجين نعرفها أصلا قصة الورقة البيضة دي. وبعدين بقى هو اللي كتبوه لك ده مناسبك؟ انت النهاردة عندك 20 30 50 70 سنة، اللي كتب لك في الورقة ده هل ده شيء مناسب ليك؟ ولا النهاردة جايب لك معاناة؟ فتعالى بقى نراجع ده، علشان حاجات كتير من دي هي اللي بتميكي وصفر وبتخلي عندك معاناة. فيلا بقى نراجعها. واحيانا كتير بنحتاج ان احنا نتخلى عنها ونسمح لها بالرحيل، لانها جالبة للمعاناة مش للسلام ولا للبيس ولا للإنجاز ولا. خلينا بقى نقول ان ده السؤال اللي هنجاوب عليه بعد الفاصل. الحاجات اللي في أساسيات شخصيتي واللي في مكتوب في الورقة البيضاء زي ما قال أستاذ محمد منذ الصغر هل دي
يعني صح ولا غلط، وانا هعرف ازاي دي صح ولا غلط، ولا انا عايزها ولا مش عايزها؟ ده بعد الفاصل. شاركوا معانا وابعتوا لنا على 015-59551-006. انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حياتك صح لسه بنكمل مع الأستاذ محمد الغندور، محاضر تنمية الوعي الإنساني والسلوكي. بنتكلم الحقيقة في موضوعات ازاي ان احنا يبقى عندنا ادراك بنفسنا وادراك بسلوكياتنا وبالتعامل مع الاخرين وما شابه. يعني بما اننا في سنة جديدة وعايزين نبقى بقى بشكل جديد في 2023، جالي سؤال بيقول يعني حد بيشرح قصته ان هو شبه مرفوض مجتمعيا وهو متضايق من ده، هو مش مبسوط بده، فعشان كده بيعترض وعايز مساعده. بيقول ساعدوني، هلب، اعمل ايه؟ ما تحس ان انت ما عندكش صحاب او كان عندك وهربوا، يعني بيبتدوا يبعدوا عنك، بيهربوا منك. ناس بتبعد عنك في الشغل، في الصحاب، في الحاله الاجتماعيه او العمليه. يعمل ايه الشخص ده وهو متضايق من الوضع ده وعايز يغيره؟ اوكي، في فرصه ان انا اقدر ان هو يتصل بيا واتكلم معاه كده بينج بونج 1 تو 1 ولا ما فيش فرصه؟ يعني هو احنا عايزين نفيد، يعني كانه بيكلمك دلوقتي، هتقول له ايه؟ عايزين نفيد الناس كلها شويه. الموضوع بتاع انه حاجه واحده تنفع الجميع صعب. مش صعب، بس هيبقى دايما في حاجات كده جراي ارياز او مناطق كده اصلا رماديه يعني كبيره. خلينا كده اصلا نحاول. هو السؤال، انت اكيد عارف هما بيبعدوا ليه. يعني مثال عبيط، يعني انا ممكن تكون ما بستحماش مثلا، او انا مش مثقف زيهم، هم عايزيني واحد مثقف، او انا دم تقيل مثقف جدا وهم ما لهمش في الثقافه بتاعتي، فهم يقعد بقى يصدع دماغنا يا عم بالكلام المجعلص بتاعه. فهو ايه السبب اللي بيبعدهم اصلا عنك؟ فمحتاجين نفهم، وهو اكيد هيبقى فاهم ده. والله يعني لو الشيء ده مناسبك، يعني انا عايز ابقى يا اخي مثقف، انتوا عايزين تبقوا جهله، طب انا اعمل ايه؟ او انا يا اخي عايز ابقى جاهل وانتوا عايزين تبقوا مثقفين، انا اصلا مش عايز اكون مثقف زيكم، طب انا اعمل ايه؟ انتوا شايفيني ان انا مش بستحمى كتير وانا ده اصلا مناسبني يا اخي. فالسؤال انت محتاج تعرف اصلا الريزن، السبب. والله حابب تشتغل عليه اتفضل، مش حابب تشتغل عليه ما تتفضلش. بالظبط. لو هو مش حابب يشتغل عليه خلاص، فهو مش هيعترض اصلا ولا يبعت الرساله دي. لكن لو هيشتغل عليه يبقى يعمل ايه؟ حلو. ايه اللي منعك انك تشتغل عليه؟ يعني مش عارف يعمل ايه. ما هو انت النهارده لو الناس دي انت عاوز تكون مثقف علشانهم، فاكيد ده حاجه عكس ارادتك، انت بس عايز تنال القبول، هسميها كده. يعني it's about seeking acceptance. انا عاوز اتمنى لكم الرضا، انكم ترضوا عني وتحسسوني ان انا واحد من الشله دي، انا واحد منكم، خدوني معاكم بالزبط. يا جماعه ما تسيبونيش لوحدي، انا مش عايز اكون وحيد. فانا احيانا هضطر اعمل حاجات ضد ارادتي، صح، فقط لان انا محتاج انال القبول، صح. وده بيكون عبء على الشخص. فانت محتاج تحل الحته دي مع نفسك. طب هو صح ان الانسان يعمل حاجات ضد ارادته عشان يحسن من نفسه لنفسه والمجتمع؟ والله بتوازن. عارفه المنقله بتاعت الهندسه بتاعت المدرسه، ميزان الميه من 0 ل 180. المنقله دي فيها كذا درجات. انا ما اقدرش اجي على نفسي تماما 0 0 0 0 0 والناس هي اهم حاجه واعمل كل حاجه واجي على نفسي، ولا اقدر ان انا ابقى 180 انا ومن بعدي طوفان، انتوا تعملوا علشاني، انا مش هاجي على نفسي عشان حد، هو ده وانا كده وما فيش غير كده، واللي عاجبه كده يقعد صاحبي، واللي احنا لازم نكون في 90 في النص، زي البندلم، زي البندول كده. اروح شويه ناحيتي واحافظ على حدودي النفسيه، وشويه ناحيه الناس، لان انا عضو في المجتمع وانا جزء من الناس، انا مش عايش لوحدي. لكن مش صحي ان انا ابقى عند الزيرو مداس
انا بعمل لهم كلهم عايزينه وجاي على نفسي تماما، ولا 180 انا ومن بعدي طوفان ومش وانا فارق اللي معايا ولا حدد بقى الحته اللي في النص دي. البندل البندول ده اه يروح كده سنه 95 وشويه يروح عند وإمتى ما 105 يروحش مش عارف وإمتى. ايه. بس شوية غلط ماشي. ان الانسان يقول انا ماليش دعوه بالناس وينفصل عنهم تماما، وغلط ان هو يجي على نفسه احنا مخلوق ويقول- اجتماعي بحت، والمجتمع وان انا اتواصل مع الناس ده بيساهم في شعوري بالامان مم. على مستوى الجسد حتى، مم. في الصورة في آليات وغريزة البقاء. زي كده احنا بنحب القطيع، بنحب الفاميلي، علشان ده بيشعرنا بالأمان. ما نقدرش كده نبقى عايشين زي الزواحف، مم. يروح مع نفسه يعمل بيات شتوي 6 شهور. لا احنا مش كده، مم. احنا مخلوق اجتماعي، وعندنا الجزء الشعوري بتاع الكونكشن زي الثدييات. لا احنا محتاجين يبقى في تواصل، ومحتاجين يبقى في أسرة وعائلة، وانا انتمي لشخص وشخص ينتمي الي. مم. فده شيء يعني الدفع الأسري والعائلي والمجتمعي ده شيء مهم جدا للصحة النفسية وللشعور بالأمان. أنا آمن مادام أنا في المجتمع، حتى من مفهوم الاتحاد قوة. بس حتى لو بيأذوني او بيضايقوني نفسيا او حلو مش الموضوع او يعني وجودهم بيبقى مش امان اصلا، ده بقى يعني وجودهم موضوع خطر عليا. طبعا ده موضوع طبعا من الحاجات الكتيرة اللي بتواجهنا دايما، اه ومحتاج تتوازن. شوية. لو الشلة دي، لو الأسرة دي، لو المجتمع ده، أحيانا الوالدين، أحد الوالدين مم. أحيانا بيكون طبعا. مؤذي جدا نفسيا، طبعا. ومش مش عشان هو شخص وحش، عشان هو دي البرامج اللي هو اتبرمجها أو الحاجات النفسية اللي نشأ فيها في بيئته، مم. فبيبقى ده نتيجة نشأته. مم. فأنا هنا مش عشان كتير القصة دي بتواجهنا، انه الناس بتعتقد انه ماما وحشة وبابا وحش وانا لازم اكره بابا ده بيعمل وماما. لا مش كده خالص. لكن محتاج نوعي الناس بكيفية وبأهمية الحفاظ على الحدود النفسية. مم. نسميها كده الايموشنال او السايكولوجيكال باوندريز. مهم قوي ان انا احافظ على حدودي النفسية. اعتزل ما يؤذيك زي ما بنقول. مم. بس ما هي المصطلحات عكس بعضها، ما انا محتاجه ابقى معاهم عشان احس بالامان زي ما حضرتك قلت، بس لما ببقى معاهم توازن. بحس بالامان، بس بحس بستريس او بحس باهانه او بحس بحاجات بقى اخرى مع الامان ده. اعمل ايه؟ توازن. هو هنا التوازن. اولا الوعي بان لما ماما بتعمل كده بتضغط على حدودي، او لما جوزي بيعمل كده بيضغط على حدودي، او لما مراتي، او لما ابويا، او لما امي، او احيانا عيالي كمان. فانا ازاي اتوعى، ابقى واعي بان ده زي ما سميها كده الملعب بتاع التنس، عارفاه، وشبكة التنس اللي في النص. انا كده جيت عليك، انا كده ايه، وسعت ارضي ورحت ضاغط على ارضك انت، ورحت مقرب الشبكة عليك عشان اكسب ارض وعشان ابقى ضاغط. وانت يعني طول ما انت هتسمح لي وهتيجي على حدودك النفسية، انا هسمح لنفسي ان انا كمان اتفرعن. فاحيانا انا بيقعد الملعب يصغر عليا وحدودي النفسيه بتضيق. فمحتاجين نوعي الناس، وده بيحصل كتير جدا. ده من اغلب الحاجات اللي بتوصل لنا والعملاء اللي بيشتغلوا معانا، انه لا انت محتاج ان انت تزق حدودك النفسيه وتحافظ. لا انا دي حدودي. احط مسافات اسيب مسافه بالوعي لنفسي. الجمعي ممكن نسميها مسافات. ومسافات وحدود، والكل بتختلف بقى من شخص لاخر او موقف لاخر. بس عشان احط مسافات امنه وواعيه، ومش تبقى رياكتيف، لا ابعد عن هنا، لانه كتير من الوجع بيخلينا رياكتيف، بيخلينا عندنا ردود افعال ساعات عنيفه من كتر الخنقه. فممكن بدل ما ارجع الشبكه في النص، اروح من الزيرو لل180. ففجاه يطلع الشخص المضغوط ده يحصل بقى منه انفجارات وبيرست اوتس، ويودي الشبكه عندك انت خالص، يخنقك انت تماما، ويخلي شبكته هو الملعب ده كله بتاعي انا، وانت مالكيش غير السفل ده مثلا. فلا احنا بنبقى محتاجين ان احنا نفهم طبيعه الزرار، وايه اللي اتداسلك عليه، وليه ده حدودك النفسيه اتاثرت، وازاي تتوازن، بحيث ان في الاخر الهدف كله التوازن. سؤال هنجاوب عليه بعد الفاصل. ليه بحس اني فاشله على الرغم من ان اللي جوايا على الرغم ان الناس اللي شايفاني شاطره في دراستي؟ يعني ده العكس بقى تماما، مش ان انا حاسه ان انا كويسه والناس هي اللي بتكسر مقاديفي، لا ده انا حاسه ان انا فاشله مع ان كل الظواهر اللي حواليا بتقول ان انا ناجحه. هندور على اللي اتكتب لي على الورقه زمان.
حاجه من الاساسيات اللي اتكتبت على الورقه. مش عارفه موضوع الورقه ده لازم نرجع نتكلم على موضوع الورقه اللي اتكتبت من زمان دي واتحطت فين ومع مين الورقه دي بعد الفاصل. السفنجة النفسية. شاركوا معانا على 015 59 55 100 6. انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل حلقتنا النهارده من حياتك صح، وموضوعنا هو عن تنميه الوعي الانساني والسلوكي. ولسه معانا الاستاذ محمد الغندور، محاضر في تنميه الوعي الانساني والسلوكي. وتوقفنا عند سؤال كانت طرحته حد من المستمعين: انا ليه بحس اني فاشله على الرغم ان الناس اللي حواليا بتقول ان انا شاطره في دراستي؟ اوكي، اول حاجه التعريف بتاع الفشل. هم علموكي تعريف الفشل ايه في الورقه او في السفنجه اللي انتي او في الورقه اللي كتبولك فيها. ماما كانت بتسمي الفشل ايه، بابا كان بيسمي الفشل ايه. لما كنتي بتجيبي نمر كام كانوا بيسموها فشل في المدرسه، بيقارنوكي بمين انجح منك. فهم التعريف ده انتي اتملتيه، ملوكي التعريف. احنا كلنا كده على فكره، مش هي بس. يعني مطبطبي على نفسك، ما فيش حاجه غلط لا في بابا ولا في ماما. كل بابا انا كده وكل مامتنا كده، وده الوعي المجتمعي وده الوعي الجمعي، ودي حاجه عاديه جدا. ان انا احس ان انا فاشله؟ لا حاجه عاديه جدا ان هم يملونا التعريفات. اوكي، فتعريف الفشل ايه؟ لو قارنوني بابن خالتي وكان دايما هو بيجيب 16 وانا بجيب 15 ان شاء الله 10 او 12، فسموني فاشل لان انا مش زي ابن خالتي. لكن لو انا ما كانش عندي ابن خالتي ده وكان عندي ابن خالتي ابو 8 من 20، كنت انا هبقى ساعتها الكويس. فهي محتاجين نرجع نفهم ان الظروف خلقت الموضوع ده، لكن انا لازم اراجع تعريفاتي. واكبر دليل على كده انها شعوريا متبرمجه في اللاوعي بناء في ال7 سنين الاولى او من 7 ل 14 بعد كده. التعريفات شعوريه لكن بالورقه وبالقلم اللي حواليها دلوقتي اللي مالهمش دعوه بال7 وال14 بتوع الورقه القديمه، بيقولوا لها انت ليه شايفه كده؟ ده انت عملتي 1 و2 و3. فالقصه كلها هي صراع ما بين مشاعري الاصليه اللي انا سفنجتي الاصليه شربتها، زي التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. علموني في الصغر تعريف الفشل فنقشوا على حجري كده. فانا دلوقتي بقيت شعوريا بشعر الاشياء من غير ما استعمل بجد عقلي واشوف هو فين الفشل ده. فالناس اللي حواليها بيسألوها نفس السؤال: هو فين الفشل ده؟ ده انت عملتي 1 عملتي 2 عملتي 3. فقصة محتاجة مراجعة للوعي بتعريف الفشل اللي عرفوه لك زمان. فتبدأي تعملي زواج ما بين مفاهيمك المنطقية العقلية النهاردة وما بين اللي برمجوكي بيه زمان. فتبدأ وعيك يشوف الأشياء بطريقة جديدة. نفس يعني سؤال مشابه شوية. أنا مشكلة عندي إن في ناس شايفاني مغرورة، بس أنا ما بحبش أكون اجتماعية زيادة، ولو حد كلمني هتكلم عادي، بس أنا ما بحبش أتكلم مع حد، حتى مكالماتي ما بردش عليها. ده طبيعي يا دكتور؟ محتاجين نعرف، هي تعرف إنه إيه السبب اللي هي بتسميه ما بحبش أكون اجتماعية، وبتقول زيادة. يعني إيه زيادة وليه زيادة؟ ولما بيكلموها في التليفون ليه ما بتحبش ترد عليهم؟ دي كلها دوافع داخلية، internal motives. هي حاجات سلوكية في الجذور بتاعت شخصيتها من تحت، هي غالبا مش واعية بيها. بتسميها المسميات المجتمعية المتعارف عليها، لكن مش ده أصل السلوك من جوه. الدوافع من جوه مش هي المسميات اللي من بره. يعني احنا شايفين ان في الفرع الشجرة في ورقة صفرة، فبنسميها ايه ده، هي مالها الورقة الصفرة دي؟ بس احنا ما شفناش انه هي جدرها من تحت فيه ايه فخلاها تبقى مصفر. فهي بس محتاجة تراجع ليه بتعملي كده. هو كلام حضرتك بيرجعنا دايما للورقة البيضاء. يعني لو كنتوا متابعينا من شوية من بدايات اللقاء، الحقيقة كان أستاذ محمد قال إنه إحنا كلنا عبارة، يوم ما اتولدنا خالص اليوم 0 في حياتنا كان كنا عبارة عن ورقة بيضاء، واللي حوالينا والظروف والمكان والمجتمع وكل حاجة وتكويننا نفسه هو اللي نقش
بعض الحاجات في شخصيتنا من داي 1 من اليوم الاول. طيب ما هو بيقول لك ان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فانا دلوقتي ده في يوم واحد ده انا حجره واتنقش عليا جامد، وبعدين سنين بقى عبال ما ادركت، يعني سنين بقى ما نعرفش بقى اما دخلت الجامعه ولا لما اشتغلت ولا لما اتجوزت ولا امتى. فانا ازاي، هل ينفع ان انا اغير بقى الحاجات اللي انا من اول يوم اتناقشت عندي دي؟ اكيد ازاي؟ سهل؟ لا، في تحدي كبير، في جهاد كبير، في فوضى كبيره، لانه انا ببقى بقلع جلدي، بكون بغير في بنياني النفسي. فنعم بيكون في تحديات كبيره، حين الناس بتبقى انا مش عارفه ايه ده، هو انا بقيت مين؟ لانه انا ببقى عايش مع شخصيه لفترات طويله جدا بتتعامل بطرق ميكانيكيه مبرمجه، وبعدين لما بلاقي ان الحاجات دي بقت مجلبه للمعاناه فببحث عن التغيير. وبنقول دايما ان الناس بيتغيروا for 2 reasons، لسببين: يا اما اتوجعوا جامد، يا اما اتألموا جامد، يا اما اتعلموا جامد. يا اما الألم يدفعني بعيدا عنه فلا انا مش قادر استحمل ده تاني فانا محتاج اتغير، يا اما انا اتعلمت فانا محتاج اتغير. ففي الاوضاع دي علشان ابدا لازم هنا بقى نروح لعلوم المخ والاعصاب. كل اللي بنبرمجه بنعمل له نيورو باثويز او مسارات عصبيه في المخ. زي لما عشان افكرك بيه، انت بتسوقي عربيتك ازاي؟ بتربطي الجزمه ازاي؟ اوتوماتيك، ما حدش بيفكر خلاص، لان دي خلاص اصبحت في مسارات عصبيه مبرمجه تلقائيا. فسلوكياتنا كمان نتيجه النقش على الحجر ده والورقه دي بتبقى اتبرمجت تلقائيا. ففي علوم التغيير وفي المجال بتاع التغيير ده بنبقى محتاجين نرجع نجاهد المسارات العصبيه. انا دايما بسميها بلغتي واللي بيتعلموا معايا المسارات الحمراء. حمراء يعني unwanted، خلاص انا اصبحت في غنى عنها، انا مش عايز المسار ده. فعلشان المخ يبدا يبرمج حاجه خط اخضر جديد، وانا بسميه كده دايما، في جهاد وفي تحدي. ولازم اقول ان احنا بنبقى زي البندول كده، هنرجع فجاه في فتره تعبان، اخر اليوم اخر النهار فجاه هلاقي سلوكي القديم رجع تاني، راجع عليا جدا. ومحتاجين صبر، انتكاسه يعني ممكن شبه. محتاجين صبر ومحتاجين طبطبة على النفس، لأن الرحلة دي رحلة فيها مخاض وكأنها رحلة ولادة جديدة، والتغييرات دي بتبقى مستنزفة كمان للطاقة. بدون قطع كلام حضرتك، هو في شخصية ضعيفة وفي شخصية قوية، يعني في شخصية تقدر تقوم بالجهاد ده لوحدها وتتعامل معاه، وفي شخصية يعني الكلام ده مظبوط، وفي شخصية بتحتاج ان حد يزقها وحد يشد ايدها والحاجات دي. في المطلق هقول بس في نطاق ضيق قوي. قليلين اللي ربنا بيرزقهم ده كده بطبيعتهم الشخصية، وهو ده كده رزقهم كده، هو كده يعني ربنا رزقه الوعي ده بطريقته، بطريقة بنيانه تفكيره وسائه، ربنا هداه لاتجاهات معينة، حاجات كده، وده بيحصل. لا مش الوعي، الجهاد في تحسين الوضع. لازم يبقى الهدف ده بالنسبة لي في جينز، في مكاسب عشان اقدر اقوى عليه. اوكي، في معادلة بقى دي، انت بتحبي المعادلات وكنت عايزة معادلة. بحب دايما بندي العزيمة ليها سكور، ليها كده ايه، هنجمع 4 حاجات يدي لك السكور بتاع العزيمة. الاحتياج، النيد، كم من 10 في اي امر. انا عايزه اخس 100 كيلو وابقى شكلي حلو والبس اللبس الموضه. عظيم جدا جدا. احتياجك كم من 10، هتدي لنفسك سكور من 10. احتياج، انا محتاج 10 على 10. وبعدين الوانت اللي هو الرغبة، انا عايز، والاحتياج غير الرغبة. لا، ايه الفرق؟ لا اوكي، الاحتياج ده يعني انا من غيره مش هتقبل في الوظيفة. مش بس كده، حتى الوظيفة دي حاجة هينة، لا انا من غيره مش هقدر ان انا اعيش بصحة جيدة. يعني في احتياج بقى ايه، يعني احتياج يقترب من البقاء. يعني انا بقائي على المحك دلوقتي. اوكي فالاحتياج خطر هنا ما يعني عشان اشرح يعني مثلا، يعني خلينا افهمك حاجه مثلا. اوكي لو انا بنت وناشئه في الريف ووالدي سواق تاكسي وعندي 15 سنه
افتراضا وانا البنت الكبيره واخواتي عيال صغيرين، وانا ولا عاوز اسوق ولا اتعلم السواقه ولا حاجه، وبعدين ابويا فجاه جاله فشل كلوي ومحدش يسوق عربيه التاكسي بتاع ابويا دي غيري، يبقى ده احتياج. يبقى ده احتياج. اوكي، لكن هل انا عندي رغبه في ان انا اسوق العربيه؟ اوكي، فده شويه الفرق بين الاثنين. فاحتياج يعني احتياج قوي، محتاج ضروره ملحه حتى بنبره الصوت اللي انا بعملها دي. اوكي، فسكور الاحتياج كام؟ سكور الرغبه كام؟ الوانت. سكور الكان دو، لا اقدر اعمله، لا يقيني في مقدرتي، انا اؤمن انني استطيع. كم من 10؟ ايمانك بالكان دو بتاعك. يس اي كان دو. لا في الحالات دي بيبقى بقى 1 من 10. اوكي. والرابعه استحقاقي، انا استحق ده. والاستحقاق هنا في حاجتين، لان في مشقه بتيجي. هل محمد صلاح يستحق المشقه بتاعت ال4 ساعات رايح وال4 ساعات راجع من اجل حلمه مثلا؟ فالاستحقاق سلاح ذو حدين، استحقاق الشيء ولازم يعادل استحقاق مشقته. اوكي، انا لو عايزه ابقى محمد صلاح اقعد اقول انا محمد صلاح انا محمد صلاح واتخيل نفسي واتخيل نفسي في الملعب هبقى محمد صلاح. خلينا انت لا يعني بجد خلينا بس انا هنا خدته علشان المثال ده عشان نخلص السكور. هنروح عند محمد صلاح واستحقاق بتاع محمد صلاح، ما عندناش مانع. اوكي، الاحتياج الجامد سكور من 10، الرغبه الوانت من 10، الكان دو يقيني في استطاعتي، في امكانيتي، انا استطيع، ايوه انا هقدر اعمل ده، انا جامد، ان انا مصدق ان انا اقدر ولا لا، انا جامد. ورابع حاجه استحقاقي لده. نجمع السكور من 10 يدينا سكور من 40. ده سكور العزيمه. كل ما قربت يعني من 40 انت هتفوت في الصخر في اي حاجه انت عايزها. كل ما سكورك نزل تحت 35 اعرف ان انت هتزك. هيبقى عندك 4 مثلا عجلات بتوع العربيه، في عجله فيهم نايمه او عجلتين نايمين، او على حسب بقى السكور بتاعك. 3 بقى ولا 4 فاحنا في الضياع خالص. اوكي، فدايما لما تلاقي نفسك ما بتعملش حاجه او نفسك تعملها، النفسك دي الوانت، رغبه، يا نفسي اوكي، بس هل في احتياج؟ هل في كان دو؟ هل في يعني هل عندك استحقاق؟ فالمعادله دي تديكي المجموع بتاع العزيمه. عندكم احتياج تسالوا محمد سؤال؟ عندكم احتياج تستفسروا عن حاجة؟ عندكم رغبة تطلبوا مننا حاجة؟ شاركوا معنا في الدقائق القليلة المتبقية في حلقتنا النهاردة على 015 59 591 006. انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الحقيقة الموضوع شيق جدا وعميق ومتشعب، الحقيقة جوانبه كتيرة جدا. موضوع تنمية الوعي الإنساني والسلوكي وضيفنا الأستاذ محمد الغندور. وفي مسج جات لي بتقول لو الرقم طلع 40 على 40 يبقى ماذا سوف يحدث؟ ما هي الخطوة التالية؟ خالد محمد مجدي. يا خالد يا محمد يا مجدي، لو الرقم 40 من 40 حقيقي وعقلك الباطن ما بيسوحكش أو ما بيفسحكش، كان زمانك عملت الموضوع ده من زمان، ما كنتش لسه هتكتب لنا هنا. فده الرد الوحيد اللي انا ممكن ارده عليك يا خالد. يعني صعب قوي 40 على 40. مش صعب ولا حاجه، يعني لا 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 خالص خالص. يعني هو بمصطلحات ثانك يو، برافو عليكي، تحدي كبير. قال لي ما تقوليش صعب، قولي تحدي. صح كده بالظبط كده. لو رقمه بجد 40 من 40 كان زمانه اكيد عمله من زمان، لانه هنسميها ال4 عجلات بتوع العربيه بتاعتي، عربيه الويل، عربيه الاراده، العزيمه، كان زمانها وصلت. لكن طبعا وانا بشكرك عشان انت نبهتنا للموضوع ده، لان انا ما كنتش فعلا شرحته في السكور بتاع اني الحاجه والرغبه والاستطاعه او الكان دو والديزيرف الاستحقاق. كتير جدا عقلنا الباطن بيفسحنا، بيحسسني ان انا نعم استحق، طبعا 10 من 10 استحق، ده كله هجايس. عادي الباطن مفهمني كده.
يمكن حقيقه، يعني انا قصدي اعرف منين انه مش حقيقه. ما هو تاني لو كان سكورك 40 كان زمانك خلصت. ما يعني انت كانش زمانك قاعد بتسالنا ما كنتش دلوقتي وإحنا هتستنانا بنجاوب. النهارده، انت كان زمانك حققت يعني يعني اي حد فينا يعني مش بس سي مثلا حضرتك. يعني محمد صلاح كان سكوره 40 ادينا النهارده بنتفرج عليه، ما كانش جه كلمنا في البرنامج قال لنا كذا كذا، او مجدي يعقوب او نجيب محفوظ او هوميفر حقق اي حاجه هو كان نفسه يحققها. اوتوماتيكلي بتحصل، يعني ما بتبقاش عندك المشكله فاوتوماتيكلي بتلاقي نفسك في المكانه او الوضع اللي انت. لان احنا دلوقتي بنحاول نفسر اشياء نفسيه فيها تحدي كبير في فهمها اصلا، بنحاول قال ايه احطها لكم في مفهوم سكور ومن 10 ومجموع 40 وبتاع ده. دي كلها محاولات عقليه لاستيعاب اشياء فيها تحدي كبير في فهم النفس الانسانيه. النفس الانسانيه تراكبها مركبه لأبعد الحدود، وزي ما كل واحد عنده بصمته الفريده فكل تركيبه نفسيه عندها طبعا بصمتها الفريده. فانا بس بنحاول نشرح حاجات قال ايه منطقيه الاثنين توأم مولودين في نفس المكان ونفس اللحظه بالزبط. مختلفين عن بعض. بالزبط. طيب كلمه كبيره قد الدنيا بحالها اسمها الخوف. الخوف، خايفين نتزحزح، خايفين نتحرك، خايفين نعمل اي شيء، خايفين من المستقبل. نعم، يعني احنا داخلين على ابواب سنه جديده وقدامنا سنه، قدامنا مستقبل، وقدامنا طريق، خايفين من السنه الجديده، نعمل ايه بالخوف؟ طيب اول حاجه بنوعيها للناس في موضوع الخوف ده انه الخوف غريزه اساسيه مهمه جدا من اجل حياه الانسان. كل المخلوقات مش بس الانسان عندها هذه الغريزه، ومن غير الغريزه دي احنا كان زمان جدي ال 18000 اتهور وراح فيها وما كنتش انا جيت. فخلينا نبص لها قد ايه هي نعمه وحاجه جميله، بس بتوقف الانسان في مكانه لما نعرف نوازن ما بينها، لما نعرف نسوقها احنا ما تسوقناش هي. غريزه البقاء، ومحتاجين نستوعب هي بتعمل ايه في جهازنا العصبي. من ضمن المفاهيم لازم نفهم النيورو ساينس وعلوم المخ والاعصاب شرحت الموضوع ده ازاي. هي كل ما بنبقى تحت وطأة الخوف غريزة البقاء احنا يعني عمليا وحقيقة بنتقلب سحلية. مش فاهمة. ما عندهاش مخ، ما عندهاش عقل، اي عقل منطقي. الخوف بيعمل حالة شلل الانسان، يعني حضرتك عايز تقول كده حقيقة. طبعا. اوكي. لانه بيفعل. خايفة اتجوز فما بتجوز، خايفة اشتغل فما اشتغلش، خايفة اسوق فما بسوقش العربية. ده في ناس مش قادرة تسوق العربية، ولما خايفة تيجي تطلع البلكونة. اوكي. ولما تيجي تناقشي الشخص ده منطقيا مفيش اي منطق في الموضوع خالص. خالص. 1+1 ما يساويش الاثنين اللي هو خايف منهم دول خالص. بيحصلوا تغييرات سيكولوجية وفسيولوجية داخلية بتأثر لانه بقى في السيمباثيك سيستم والباراسيمباثيك سيستم. الجهاز مش عارف بصراحة بالعربي اسمهم ايه، الجهاز العصبي السيمباساوي باين ومش عارف ايه، والغدة الاميجدالا بتعمل ايه، والهيبوكامبس بيعمل ايه. ففي هنا اللي بيخلي بقى الحاجات دي كلها تحصل جوه الانسان. يعني ليه انا خايفة ان انا دخلت له مدخل من الاسانسير مثلا، ان البيئة اللي حواليا مش امنة. اوكي. المدخل ده جه منين؟ انا عندي انترفيو، انا عندي برزنتيشن في الفصل، في الجامعة، في الشركة عندي، انا رايح في برنامج راديو دلوقتي. ما كنتش خايف قبل ما تيجي؟ الحمد لله لا. ليه؟ مش عارف، اتعودت على كده غالبا. اتعودت على كده. اعلم. اول يوم كنت رايح برنامج راديو كنت خايف؟ I think اكيد. تعاملت مع نفسك ازاي بقى؟ ما رحتش أكيد. ولا رحت بقى صح؟ اضطريت تبريك في حاجة اسمها كسر الخوف ده، بريك ذا فير. انا بروح في مشوار تاني خالص. لا انا بتكلم في العموم، مش بتكلم عن حضرتك شخصيا. اوكي. انا بتكلم عن نصايح عامه الناس تقدر تعملها. محتاج ان انا ابص هو اسوأ حاجه ممكن تحصل ايه، اقبلها ولا لها حلول. اوكي. يعني لو عايزه في ساندوتش كده في السريع، لانه احنا بنخاف من الخوف من غير ما نفتح علبته ونشوف هو انا خايف من ايه بالظبط. انا خايفه من الطياره تقع. حلو. لو وقعت كان يستوب ات؟ لا. خلاص هتقدر تعمل ايه دلوقتي؟ ما سافرش بقى، ما اركبش طياره خلاص. ما تسافريش. ده الحل. ما هو تاني ما انا هلعبك بقى بينج بونج. اوكي. is this what you want؟ هل ده اللي انت عاوزاه؟ بس خايفه من الطياره. اوكي خلاص. فانا من عندي هقول لك اوكي خلاص خليك خايفه، فهوافقك على اللي انت خايفه منه. فساعتها ايه اللي هيحصل جواكي؟ هتمرض.
فهيحصل ايه؟ انا هاجي اشتغل معاك وهيحصل ان انا ما اعرفش هقعد اصرخ وادبدب وحاجات كده مش عارفه هو يعني. مين اكتر ألما؟ مش احنا بنقول ان الناس بيتغيروا يا اما بيتألموا يا اما بيتعلموا. اوكي، فمين هيبقى اكتر إيلاما دلوقتي؟ انك منعتي نفسك من السفر اكتر إيلاما ولا مواجهتك لخوف السفر اكتر إيلاما؟ والله يعني الاثنين مش عارف يعني. في ناس بتتعب حقيقي يعني من انا مش معترض خالص، بس احنا ساعتها هنبقى قدام نارين. اختار انا بقى بجري النار انا بجري من اسدين. اوكي، هتجري في من انهي اسد؟ في اتجاه انهي اسد؟ يعني تخيلي نفسك فعليا مش فعليا كده احنا بنلجأ لحد يساعدنا، بنلجأ لحضرتك، فنعمل ايه؟ ما انا يعني انا بشرح هو والله. اوكي، لو انا كبرت لك الاسد بتاع انك ما تسافريش، هتروحي ناحيه الاسد بتاع الصغير النونو التاني ده اللي هو ايه، مسلوع. في اسد عنده عضلات واسد عنده ايه، مسلوع. بس دي كلها نوشنز، دي كلها مفاهيم شعوريه، مفاهيم مبنيه على شعور. هو مفيش اسد معضل والتاني لا، الاثنين هياكلوكي. اوكي، لكن انت شايفه واحد فيهم لا الطياره ده مرعب، طب خلاص خليكي قاعده، ازهقي بقى لوحدك، واصحابك بقى كلهم يسافروا ويسيبوكي، يبعتوا لك بقى صور من الشوارع بقى وهم في الخضره وفي الشوبينج وفي بتاع. خليكي قاعده بقى، خليكي قاعده. ساعتها يحصل لك ايه؟ مين الاسد اللي هيكبر دلوقتي؟ انهي خوف اللي هيكبر عندك؟ لما انا عمال اصور لك ان انا خوفي ان انا اقعد، مش عايزه اقعد، فهتروحي ناحيه انهي اسد؟ ان انا اركب الطياره. اوكي. هو ده له علاقه بتوقع الاسوأ يعني. ليه دايما في ناس بتبقى متوقعه ان هتحصل حاجه وحشه لما اسافر، هتحصل حاجه وحشه يعني. اوكي، فانت حطيتيه قدامك انه ده الاسد الكبير. اوكي، فروحتي قلتي ايه، انا هقعد مع الاسد الصغير على الكنبه، خليه أأمن. فانا ممكن ساعتها لعبك اقول لك ايه، طب خليكي قاعده على الكنبه، وروح بقى مطلع لك ايه حاجات تعمل لك اسد. يعني اقعد اكبر اسد الكنبه، خوفك من القعاد والوحده والغيره وهم هيعملوا، او ما اقعد اكبر لك الاسد، فساعتها تروحي ناحيه مين؟ الطياره. اسد الطياره مثلا يعني. الخوف ام الخطر ام التجول بالنهايه ام الحفاظ على الفرصه؟ لا مش فاهم. الخوف ام الخطر ام التجول، مش عارفه ايه التجول بالنهايه ام الحفاظ على الفرصه؟ تنوع رؤية الإعداد بمقومات النجاح. الحقيقة المسج مش واضحة، أنا بنعتذر. على إحنا لسه قدامنا فاصل أخير. شاركوا معانا بأسئلتكم على 015-5951-006. أي مجال له علاقة بتنمية الوعي الإنساني والسلوكي اسألوا فيه في الفترة اللي جاية. انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مع الأستاذ محمد الغندور، محاضر تنمية الوعي الإنساني والسلوكي. بنكمل القسم المتبقي من حلقتنا الأولى في 2023 وبنتكلم عن وعي وسلوك وازاي نفهم نفسنا، ازاي نفهم اللي حوالينا، ازاي نفهم الدنيا كلها. والموضوع ده يعني مش هيخلص في عشرات من الحلقات، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر كده ندق كل باب في السريع، نخبط على باب وناخد منه وردة ونمشي يعني. من ضمن الحاجات زي ما اتكلمنا عن الخوف، طبعا الخوف ده ممكن برضو نعمل عليه حلقات وحلقات. من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون برضو جاي بيها رسائل يعني الخوف، يعني جزء من الخوف خوف من التغيير، رغبة في عدم التغيير. المحلك سر ده الكومفورت زون، المنطقة الآمنة. أنا قاعدة في منطقتي، أنا كده تمام. فكرة أنا كده تمام، وإنه هل الصح إن أنا أفضل في كده تمام، ولا هل الصح اللي كل شوية حد بيتنطط من حاجة لحاجة؟ إيه الصح؟ بيقولوا إن التغيير، لأن الدنيا ما بتوقفش على حال والدنيا متحركة والكرة الأرضية بتلف والشمس والقمر والحاجات ده، بيقولوا إنه لازم يفضل كده، الإنسان يفضل في حالة حركة برضو دايما في شغله وفي علاقاته وفي مشاعره وفي كل حاجة، ولا لا الثبات أحسن؟ طب هو طبعا الثبات مش أحسن، لكن الثبات بيوحلنا إنه أأمن. وهركز 15,000 خط تحت بيوحي لنا. ودايما بحط مثال في الموضوع ده. يوم لما اتولدت من بطن أمي 9 أشهر عايش في النعيم، أكل ومرعى وقلة صنعة وبنمو. خلي بالك، ولازم أحط تحت بنمو 15,000 خط. بنمو في النعيم، في الكومفورت زون. أنا بنمو في الكومفورت زون، خلي بالك من الحتتين دول. أوكي، ده بقى ملوش وجود في الدنيا.
لكن لو انا نازل من بطن امي افتراضا يعني ان هم جم سالوني حبيبي ما تعيطش، طب خلاص ارجع تاني. بتحب تنزل ولا نرجعك تاني؟ اي بيبي مجازا كان ممكن يرد يقول ايه؟ افضل مكاني. طب لو كنت فضلت جوه بطن امك كان هيحصل لك ايه جوه؟ هتموت. اوكي، this is exactly ده بالظبط اللي بيحصل في كل مرة من مرات الحياة او الانسان بيعتقد انه خروجه من دايرة الراحة دي، دايرة الامان دي، في مخاطرة كبيرة. لكن زي لما نزلت وعشت ونموت وكبرت على الثلاث مستويات، المستوى الجسدي والمستوى النفسي والمستوى العقلي، انت هتنمو برضو لما هتاخد الخطوة خارج دايرة الأمان بتاعك. لكن دايما 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 العقل اللاواعي هيوحي لنا انك انا مبسوط كده، انا مرتاح كده، انت كده في امان، وكأن العالم اللي بره رحم ماما ده عالم خطير. الوظيفة دي، البيت ده، العربية دي، النادي ده، حتى الوجبة دي. في ناس لما يخرجوا ياكلوا نفس الأكلة دايما حتى أيوة، يخاف يجرب حاجة من المنيو تاني زيادة. الناس بتقعد على الكنبة، الشلتة دي في الكنبة ما يغيرهاش عشان ده الكومفورت زون بتاعه. انا حتى بننام في السرير، الناس المتزوجين بينام هو هنا، انا بنام هنا، ومراتي بتنام هناك، علشان ده اللي احنا متعودين، ده الكومفورت زون بتاعي. فاحنا الطريق للشغل، الطريق لبيت اهلي، الطريق لبيت مش عارف مين، الطريق لمين. دايما حاول تكسر الكومفورت زون بتاعك ودايرة الامان بتاعتك بشوية حركات من دي زيادة. كل شوكولاتة جديدة، كل حاجة من الكشك جديدة، كل حاجة في المطعم جديدة، غير السكة اللي بتروح منها، غير طريقة وسيلة السفر بتاعتك، مرة ميكروباص، مرة أتوبيس، مرة قطر، غير الكنبة والكرسي، غير مكان النوم بتاعك، حاجات غير طريقة لبسك، حاجات صغيرة. جرب حاجات جديدة في الأكل. لا أنا ما بحبش البامية، معلش ادي نفسك فرصة انك تجربها. ما بحبش المسقعة، ادي نفسك فرصة انك تجرب. ما بحبش المكرونة، ادي نفسك فرصة انك تجرب. كل الخطوات الصغيرة دي بتبرمج العقل انه الخروج من دائرة الامان possible، والتحدي ما هوش كبير ولا حاجة، واللي خليني اعمل ده يخليني اعمل ده. فحاول تعمل شوية خروجات صغيرة كده تؤدي الى خروجات اكبر بعد كده، فهتلاقي نفسك ايه ده، الله طب ما هو الدنيا كويسه اهي، الله طب ما ده حصل، طب ما جرب دي بقى كمان، طب ما جرب دي بقى كمان، طب ما جرب دي بقى كمان. ودايما شجع نفسك بعد الخروج. مصطلح دايما خلاص احنا فاضل لنا دقيقتين، مصطلح أوكي. دايما بنستخدمه بقالنا سنين وطالع موضه بقاله فتره، الطاقه الايجابيه. لا ده الراجل ده نيجاتيف، لا ده الست دي مش عارفه، انا خليك بوزيتيف، خلي يعني ازاي اخليني بوزيتيف، وازاي يعني ابقى حياتي انا شخصيه بوزيتيف وحياتي كلها بوزيتيف. اولا ما فيش حاجه اسمها كده، ما هو ده اللي احنا طول النهار فرحين فيه، ما أوكي. بنتكلمش غير فيه. وده بيؤدي الى مفهوم بنتكلم فيه دايما اسمه الفولس بوزيتيفيتي او التوكسيك بوزيتيفيتي. يا جماعه الكوبايه فيها نص فاضي ونص مليان، الحياه فيها عسر وفيها يسر، وان مع العسر يسر. اوكي، مع جايين مع بعض. وكل امور الحياه لك الاختيار انك تشوف العسر وانك تشوف اليسر. فما ينفعش ان انا اقول ايه انا مش عايز عسر خالص، انا بوزيتيف بس، انا يسر بس. لا ما تقعدش مع الناس النيجاتيف، والراجل ده نيجاتيف ما تقعديش معاه. اوكي. مفهوم ان انا اقعد او ان انا ما اقعدش ده حاجه لاحقه. اوكي لاحقه، انا عايز ارجع من الاول خالص. اوكي. اصلا المفهوم يا جماعه الكوبايه نصها فاضي ونصها مليان. ما ينفعش تتناسى تتغافل عن ان في حاجه فاضيه. اوكي، في عسر اهرب منها. اوكي يعني. هختار امشي في سكه اليسر، ماشي تمام، لكن لازم ابقى شايف، مش متغافل، مش متناسي كاب، عشان ده بيعمل كبت. فده بيعمل توكسيك بوزيتيفيتي، لان انا ببقى عاوز بنعمل حاجه اسمها دينايل، هي في الدفاعات النفسيه او في الكوبينج ميكانيزمز، ان انا عندي لغوش اسكيبيزم، هروب، ههرب.
فانا بهرب من شيء موجود، وده بقى ليه ابعاد تانية انا بستقطبه. اللي بهرب منه انا بستقطبه، انا بجذبه الي. مفيش حاجه اسمها انك تهرب من حاجه. لا ليه اللي بهرب منه؟ بس ده كده معروف، ده اساسي. معقوله؟ لو عندنا وقت طبعا اكيد احب اشرحه. حاجه يعني حلوه عشان اجيبها. مش عارفه. بهرب من حاجه حلوه. لا يعني لو اهرب، يعني ما اعمل العكس بقى. يعني انا بهرب من حاجه وحشه فبتجيلي الوحشه، صح؟ اوكي. كل اللي انا بهرب منه انا بفكر في منه. لو انا دلوقتي عملت معاكي لعبه بسرعه، لو عندنا وقت هقول لك ايه، ما تفكريش في الحصان الاسود يا جيهان. اهربي من الحصان الاسود. الحصان الاسود مؤذي، بيوقع. كل ما يجي لك صوره الحصان الاسود جوه دماغك اطرديه من دماغك، اهربي منه. قدرتي تعملي ايه في الحصان الاسود في صورته جوه دماغك؟ ما بشوفش غيره في دماغي. هو ده بالظبط اللي انا عايز اقوله. فبما ان انت ما بتشوفيش غيره، يعني طاقته وذبذباته والفريكونسي اصلا بتاعته، الموجه هي الساكنه جواكي، مع ان انت عاوزه تعملي ايه؟ عايزه اهرب منه. فهتجذبي اللي على شاكلته. انا عند ظن عبدي بيه، باختصار يعني. لو قادرين نوصل السلك ما بين الجملتين دول. احنا وقتنا للاسف خلص، بس يعني طبعا احنا ما خلصناش وما عرفناش ان احنا يعني ندخل في تفاصيل النقطه الاخرانيه دي ونقاط كتير، بس يعني اكيد هتكون موجود معنا في حلقات تانية. يعني عايزين نقعد ندعبس في الحاجات دي بعمق شويه. ايه رايك؟ اوف كورس. طب ايه اول حاجه قررت ان انت تعملها في 2023؟ ان انا اطبطب على نفسي. الله. طب ما قلتلناش ليه من الاول نعمل كده معاك؟ سايبنا الاخر ليه؟ كنت عامل لسه بوست على الصفحه عندي السنه اللي فاتت كمان، برضو في السنه اللي فاتت كنت عامل ازاي بقى كده؟ ان انا ارحمها، اقول لها اتس اوكي، تعب، ستريس، انت بتسعى والنتائج بتاعت ربنا مش بتاعتك، انت ما عليك الا السعي بس. ساعات بنبقى محتاجين محطات نرتاح فيها. اللي بيطلع السلم بيبقى فيه بسطه كده بتريحي فيها. فمحتاجين كلنا لما نقعد نطلع بسطة نرتاح بعد عشان نقدر. ودايما بنقول الحياة يعني توازن ما بين الهولدنج اون واللاتنج جو. احيانا بتبقى محتاج تسعة وبعدين تتخلى شوية عن، وبعدين تسعة وانت تتخلى شوية عن. ده يعني طبيعي، ده كده طبيعي، ده كده احسن. بعتقد ذلك. طيب ناخد بنصيحة محمد الغندور ونطبطب شوية على نفسنا. حلوة دي نختم بيها حلقتنا ونبدأ بيها سنة جديدة، ودي حاجة مهمة جدا جدا. لو ما لقيتش حد يطبطب عليك، او لو في حد يطبطب عليك انت اولى. انت اولى برضو طبطب على نفسك، صح؟ انت اولى. دايما بنقعد نستنى حد يطبطب علينا او يقول لنا كلمة حلوة او يعمل لنا حاجة حلوة، صح؟ متبرمجين على كده. متبرمجين، هي دي البرمجة. فنعمل لنفسنا بقى، نغير البروجرامينج دوت ونبتدي ان احنا نعمل لنفسنا الحاجات دي. محمد بشكرك، مش عارفه اقول لك ايه. انا اللي بشكرك انك اتحتي لي فرصه ان الناس نحاول يا رب نقدر نكون استطعنا ان ننور لها لمبه يعني. يا رب. لا اكيد بتعمل كده، واكيد طبعا في برضو لو عملتوا له فولو او من خلال المحاضرات اللي هو بيعملها اكيد هتستفيدوا كتير. هو كان محاضر تنميه الوعي الانساني والسلوكي محمد الغندور ضيفنا النهارده، واكيد هيكون ضيفنا في حلقات جايه تانية من حياتك صح. يا رب تكونوا انبسطتوا بالحلقه الاولى. اشوفكم يوم الثلاث اللي جاي من 3 ل 5. بشكركم جدا. كنت معاكم جيهان عبد الله. كنتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.